انتوا عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ انتوا عايزين تودونا لفين؟ رد فعل عنيف جدا من بدرية طلبة بعد ما تم تقديم بلاغ رسمي ضدها بسبب إهانتها للشعب المصري. فانا خفت من السلاح الطبنجة اللي في جيبه، جريت من العربية. وكل ده عشان وفاء عامر. انا من يوم اللي حصل مع زميلتي وفاء عامر والبهدلة اللي هي فيها دخلوا عليا، والشعب المصري بقى ملطشة للفنانين والممثلين، وأي حد هيتكلم عن فنان أو يهاجمه هيتعرض للمساءلة القانونية زي ما قال الفنان أحمد عبد العزيز كده. يعني أنا كلفت المحامي إنه يشوف الحاجات دي، ومن تجاوز يتخذ معاه الإجراءات القانونية. يلا بينا نشوف الحكايات اللي حصلت خلال الساعات اللي فاتت. بدأت الحكاية بعد ظهور مروة الملقبة ببنت الرئيس، بعد ما اتهمت الفنانة وفاء عامر وعدة بلوجر موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإتجار في البشر. فلا يا وفاء عامر، انت عارفة كويس ان ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل والقولون، مات عشان كان تجارة الأعضاء، وانت كنت وسيطة وسمسارة أعضاء ومعروفة يا وفاء عامر. ومراته هي اللي حرضته يتبرع بكليته وفص من الكبد عشان يحسن مستواهم المعيشي. جميل. وخليته بقى يدخل يعمل اعلانات وهو مريض بعد ما جاله انهيار في جسمه كامل من الادويه اللي كان بياخدها، ويتاخر شفائه عشان ما يتكلمش، وتاخر شفائه في ايه؟ وتاخر شفائه. وبعدين قلت له ان هو دخل في مرحله السرطان وهو ما كانش عنده سرطان، وابتديتوا تدوا له الكيماوي. ومن بعدها الدنيا اتقلبت. زي ما حضراتكم عارفين الشرطة قبضت على عدد كبير من البلوجر، ولكن وفاء عامر اختفت ومحدش يعرف هي فين وبتعمل ايه. ولكن في ناس تانية بتطلع تدافع عنها، زي ما حصل بالظبط مع بدرية طلبة كده. طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي ودافعت عن وفاء عامر، ولكن بشكل غير لائق، وغلطت في الشعب المصري بأكمله. انا او وفاء عامر او انا عندي مؤسسة خيرية في اسكندرية. وفاء عامر عندها ناس قد كده في رقبتها، فاتحة كام بيت. اللي يثبت كلامها ان مفيش حاجة من الكلام ده كله. وفاء عامر اكتر واحدة بتعمل الخير. بلاش انت يا مشخصاتية تتكلمي عن البلد. طيب انا هسيب امك هي اللي تتكلم على البلد. يعني مش طبيعي ان امك تتكلم على البلد اللي انت قلت لي كده، لان هي لو ست محترمة كانت ربتك عمر على عمرك عشان توصل للي انا وصلت له. المشخصاتية دي اشكالك بيوقفوها في الشارع يقولوا لها نتصور معاكي يا فنانة. هي بس مسألة غيرة وحقد وغل وحسد من الفنانين عشان هم أسيادك. واحدة مجنونة طلعت تتكلم صدقتوها، يبقى انتوا شبهها. قال أنا محدش يقدر يجي جنبي عشان أنا بنت الريس. وبعدين يا حبيبي ويا حبيبتي عايزين تصدقوها؟ محدش قال لكم ما تصدقوهاش. هو احنا قلنا لكم ما تصدقوهاش؟ وشرف ليا ان معرفش الأشكال الوسخة، الأشكال الزبالة، الاشكال اللي هي جاهزه عشان تصدق اي حاجه على اي حد في اي وقت لمجرد ان الغل يطلع. فلو في مشخصاتي يبقى ابوك، لو في مشخصاتيه تبقى امك اللي ما عرفتش تربيك وتعلمك الادب. امتى شبشب فيه بيبي مروه صح، عشان الدماغ واحده، الغل والسرم من الفن والفنانين واحده. انا ووفاء عامر بنتاجر في الخير. عرفتوا احنا بنتاجر في ايه؟ في الخير. احنا بنتاجر مع ربنا. احنا السفرة بره، احنا اللي بنمثل بلدنا، مش اشكالكم. انتوا هتفضلوا تحت عشان انتوا مرضى نفسيين. ما هي لها حق الدمعة تفر من ورا، عشان ورا ده خرابة اللي رايح واللي جاي بيلعب فيه. عرفت ليه الدمعة فرت من هنا؟ عارف الدمعة بتنزل من عندك ليه من هنا؟ عشان المكان ده بيتلعب فيه كتير. وطبعا كانت مفاجأة للناس، ايه اللي بدرية بتعمله ده وايه اللي بتقوله ده. واشتغل الهجوم على بدرية طلبة جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وده تسبب ان بدرية طلبة اتطلبت للتحقيق في النقابة، وكان المفروض موضوع النقابة يهديها او يخليها تبطل تتكلم بالشكل ده. والظاهر كده ان هما معرفوش يعاقبوها العقاب اللي تستاهله، عشان كده طلعت بفيديو جديد اقوى من اللي قبله. بتشوفونا في الشارع تتصوروا معانا ليه؟ انا قاعدة في فيلتي، البسينة هو رايح، ووفاء عامر قاعدة في فيلتها جنبي هنا في الساحل. مش عاجبكم ان احنا بنمثل ومعانا ملايين وعايشين في فيلل وبنخش كمان التيك توك بناخد ده؟ مش عاجبكم؟ ده اللي قاهركم؟ ده اللي تعبكم؟ هو اي حد يرمي اي حد بالباطل يتصدق؟
طب وانتم مصدقين مروه قوي كده ليه؟ وعاملين هنا كده كلنا مروه كلنا مروه. بصي التعليق كلنا مروه، مصدقينها قوي ليه؟ ولا انتوا نفسكم تصدقوها؟ تجاره اعضاء كل واحد يروح يطمن على عضو امه. يلا روحوا اطمنوا على اعضاء اهاليكم. ومش بس كده، ده اتقدم بلاغات ضدها من محاميين كتير جدا، والفنانين بقوا مستقويين القلب على الجمهور جدا وواخدينه ونازلين الارض وبيهنوه بشكل غريب. وانا ست دمي حامي يا جماعه، مش هغير طبعي. انا دمي حامي مش هغير. انا بردح يا حبيبه قلبي عشان انتي واللي زيك بتستفزوني. لا انا مش بردح يا حبيبه قلبي، انتي شايفه رك عشان انتي كده. انا من يوم اللي حصل مع زميلتي وفاء عامر والبهدله اللي هي فيها دخلوا عليا. انتي غاويه تمشي ورا عقول قد كده، عقول عايزين ياخدوا اي محتوى عشان يعملوا قرش. انتي حرة يا حبيبة قلبي. انا طالعة اكلم الشعب المصري المحترم وطالعة بكل هدوء، لكن دخل برضو ناس هنا بتقل ادبها. ما ردش ليه؟ على راسي بطحة؟ لا ارد وبالطريقة اللي تريحني. لكن بجد انتوا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين توصلوا لفين؟ اختي الكبيرة النهاردة الحقيني، انتي فين؟ انتي اتقبض عليكي؟ هو ده اللي انتوا عايزين توصلوا له؟ يتقبض عليا ليه؟ اجرمت في ايه؟ واحد داخل يقول لي الدمعه مش عارف نازله منين، رديت عليه وقلت له انا ما اقدرش اقول الكلام اللي انت قلته. انتوا سايبين الفعل وماسكين في الرد فعل. لا مش خلاص انا مكمل كل كلامي. لما قالوا ان انا قتلت جوزي، يعني انا عايزه ست كده قدامي محترمه، حد يخش يقول انت قتلتي جوزك واخدتي اعضائه. ايه ده انا مافيا بقى ومش عايزيني ارد؟ لا ارد وبالطريقه اللي تريحني. واحده بتقول احنا عايزين نحقق مع بدريه عشان الست اللي قالت انها قتلت جوزها. ايه هي الايه اتقلبت؟ بيبسي واتصالات وبريل والهلال والنجمه وفودافون وحمله من الامم المتحده للمراه المصريه، لتوعيه المراه المصريه. انا حبايب قلبي مش هقول وانا كومبارس، بس عملت كل ده. انا كومبارس، صوتي على بابجي. انا كومبارس، مفيش موسم من مواسم الرياض ما رحتهوش. انا كومبارس، مفيش دولة عربية ما اشتغلتش مع الكبار النجوم فيها. لا انا اطلع بعين قد كده دافع عن نفسي. انا مفيش حاجة على دماغي، انا عينيا قد كده. انا حبيبة قلبي شرشحة داخلالي اللايف بتاعي ليه؟ انت اللي داخلة على فكرة، احنا ما نعرفكمش، انت مجهولة الهوية، انت مجهولة. انا ما رحتلكيش، انت اللي داخلالي. يعني انت كده المستشار اشرف فرحات هنا عندي في اللايف سهل جدا وهو قاعد في مكتبه يعمل لك بلاغ. ده انا فضيت لكم خالص بقى، لان ايه؟ مش انا اللي تحطوني في دماغكم، ده انا احط كلكم كده بعائلاتكم في دماغي واعرف اخد حقي تالت ومتلت. بس انا كنت مكبره دماغي واتقال لي ما ترديش، قلت حاضر، لكن انتوا زودتوها قوي. واللي اكد لنا ان الفنانين قدام الكاميرا حاجه وخلف الكاميرا حاجه تاني الاستاذ احمد عبد العزيز، الفنان الكبير اللي تربينا على اعماله، اللي طول الوقت بيعامل جمهوره بغرور جدا. استاذ احمد ولا عادي ولكن لما الجمهور هاجمه بسبب تصرفاته الغريبة اللي بيعملها مع المعجبين أو الناس اللي بتحبه، ما قبلش الهجوم من الجمهور واعترض وقال اللي هيتعرض لي بعد كده أنا مش هسكت. ما خدتش بالي لانه انا كنت فعلا لانه كنت متاخر 5 دقايق او 10 دقايق، دخلت على طول وما خدتش بالي. وبعدين فوجئت بقى بردود الفعل دي والسوشيال ميديا وكذا وبتاع ومش عارف ايه، وكأنني ارتكبت جريمة. الناس اللي بيقولوا انه انا كسرت بخاطر الولد وانه لا يصح هذا، هذا نوع من التكبر، انما يدعون الى فضيلة. فكيف من يدعو الى فضيلة وهي التواضع او غيرها من الفضائل يدعو اليها بقلة ادب؟ يعني انا كلفت المحامي انه
يشوف الحاجات دي، ومن تجاوز يتخذ معاه الاجراءات القانونيه. والحقيقة ان المفروض محدش يعمل لحد قيمة اكتر من اللازم، عشان في الاخر بيشوفوا نفسهم علينا احنا، وبنكون احنا اصلا السبب في وجودهم وفي نجاحهم وفي فلوسهم.